أهلا وسهلا. اليوم غادي نحضروا واحد الكسكس اكسبريس بلا كتر تفوار بلا مشاكل. تبعي معايا الوصفة وعلى بركة الله. اول حاجة كناخذ واحد الكمية ديال اللحم، نديرها في الكوكوط وكنضيف عليها البصلة مشلضة وكنضيف التوابل. كنضيف الملح هنايا شي تقريبا 2 معالق ديال الملحة، المهم الملحة على حسب الذوق. كنضيف هنايا معلقة صغيرة ديال الكركم، معلقة صغيرة ديال سكنجبير، القليل من الفلفل الأسود لأنه غادي نديرو فيها الفلفلة حارة وزيت زيتون. وكنضيف واحد زليفة صغيرة ديال الحمص اللي وصلت. كنقلي كلشي فوق النار وكنزيد الماء القياس اللي غيغطي ليا اللحم وكنخليها طيب على راحتها. كندوز هنايا في الطنجرة ديال الكسكاس، كناخذ القليل تاني من البصل اللي كنكون مقطعاه. كنزيد عليه، كنضيف عليه زيت زيتون، كنزيد واحد 2 فلفلات حارين، هذه اختياريه، معلقه كبيره ديال معجون الطماطم، الملح على حسب الذوق بطبيعه الحال. غادي ندوقو كلشي من بعد. وكنزيدو تقريبا معلقه الا ربع من السكنجبير، الكركم، الفلفل الاسود، القليل من الفلفل الاسود. وغادي ندوز نشحر هاد الفلفله مزيان مع البصله حتى تتقلى ديك الفلفله، وكنحيدها من الطنجره وكنضيف هنايا شي لتر ونصف من الماء. وكندوز هنا نقي الخضار اللي غنستعمل. عندي هنايا الفول منقي موجود كونجولي، القرعه حمراء، خيزو، قرعه خضراء، الدنجال المكور، والبطاطس بطبيعه الحال على قبال الدراري الصغار. كنقي الخضره ديالي وكنغسلها بطبيعه الحال، الا القرعه خضراء راه كنخليها بالقشره ديالها. في هذا الوقت كنكون ضفت الماء للطنجره ديالنا وكيكون تيبدا تيغلي، وكنبدا تنضيف الخضار. كنبدا بالجزر هو الاول، كنتبعو هذاك المكور ملفوف، كنتبعو الدنجال باش تيهبط لانه الدنجال الصراحه راه غير انا اللي نديروه، ماشي الناس كامله كديرو. وكنزيد عليه من الفوق القرعه حمراء، القرعه خضراء، والفول. كنخلي البطاطس هي الوحيده اللي كنخلي حتى الاخر باش ما كتهراش لينا في المرقه. مع الخضار كنضيف واحد المعلقه صغيره ديال السمن باش كتعطينا واحد الاضافه، واحد النسمه زوينه في الاكل. كنغطي على الخضره ديالي وكنخليها لمده شي 20 دقيقه ولا 25 دقيقه. كندوز دابا كنحضر الكسكس ديالنا. هنا كسكسو عندي واحد الكميه ديال 400 غرام تقريبا، كل 150 غرام تحتاج 200 مليلتر ديال الماء. انا تقريبا هنايا مع كانت عندي 400 غرام استعملت تقريبا شي 500 وشي 550 مليلتر ديال الماء. المهم كيخصني نغطيه، ما ديريش اكثر من القياس اللي خاصك باش ما يتعجنش ليك. كتخليه 5 دقائق صافي، كتلقاه تنفخ وكتبداي كتحوليه للقصريه، ولا اكثر كاع من 5 دقائق الا بان لك ماشي مشكل. تتحوليه هنايا قصريه. انا درتو هنايا وضفت عليه الملحه، ولكن هو الملحه كان عليا نضيفها من الاول في الصراحه، ولكن مني نسيت درتها في هذه المرحله. وكنضيف عليه واحد المعلقات ديال زيت الزيتون، 4 حتى 5 المعالق ديال زيت الزيتون. وكتبداي تخدميه بيديك بحال كي كنفتلوه هكا بالكسكسو ديالنا اللي كنخدمو العادي. كتبداي تخدميه بين يديك وباش تتفرز ليك الحبه ديال الكسكسو. هنا بطبيعه الحال يديك مغسولين، كتبقاي تخدميه بهذه الطريقه وكتهزيه شي شويه هكا الفوق باش كيدخل ليه الهواء، وكتبقى هنا تجيك الحبه مفرزه. حاولي تحلي كسكسو كامل، ما تخليش فيه حتى شي بلاصه فيها شي تكتلات ولا شي حاجه. المهم هنايا كتخدم تتخدميه هكا زعما بهذه الطريقه وصافي. راه كيكون هنايا الكسكسو ديالك حاضر، تقدري ديري ليه السمن وتسقيه. انا اش ندير لانه هو دغيا كيحضر على ما توجد ليا اللحم وتوجد الخضره. هنا كنغطيه. ملي كنبغي نلوح البطاطس ديك الساعه كنديرو يسخن، وفي نفس الوقت كيزيد واحد التفويره. كنسخنوه لمده 15 دقيقه. هنا راه حولته الكسكاس وغادي نخليه نحطو على جهه، وغادي ندوز نزيد الخضار ديالي في الطنجره. من بعد واحد 25 دقيقه تقريبا والخضره كتغلي، زدت هنايا واحد الربيطه ديال القزبور ومعدنوس، وزدت هذيك البطاطس اللي قلت لكم، وزدت هنا واحد الحبه ديال الطماطم قسمتها على ماشي قسمتها غير فلحتها هكا على 4، كتبقى صاينه غير تنقسمها على 4 صافي. ودرت الكسكاس ديالي يفور وغطيته. هو من الافضل كاع ما تغطيهش، تخليه غير عريان حسن على حساب الكسكاس ديالك. الا كان دغيا تيطلع الفوره ما كاينش مشكل، ما كاين لاش تسديه.
من بعد 10 دقائق أو 15 دقيقة فقط كتحيديه، كتديريه في القصرية وضفت عليه هنايا شوية ديال السمن، كنحلو مزيان هكا إما بالمعلقة بفرشيطة ولا بيديك شوية سخون في الصراحة. المهم أنا استعملت غير المعلقة صافي، وكنضيف عليه واحد القليل من زيت الزيتون حتى هي كتلذذ هي الأكل. كنحرك هكاك شويه داك الكسكس باش كتدخل فيه حتى ديك الزيت صافي، وكنبدا تنسقي هنايا الاكل ديالنا. اللحم راه استغرقت تقريبا شي ساعه، ساعه الا ربع ما كاملاش. الخضره حتى هي راه استهلكات شي ساعه الا ربع تقريبا باش توجد كامله. وهنا كنبدا تنضيف، كنحط اللحم بطبيعه الحال هي الاولى، كنضيف هنايا الحمص ديالنا حتى هو اللي كيكون طاب مع اللحم، وكنسقي هاد التسقيه الاولى كنسقيها بالمرق ديال اللحم، عاد من بعد كنبدا تنسقي بالمرق ديال الخضر. هاد المرقه ديال اللحم كتعطي واحد المذاق بنين في الكسكسو. في هاد المرحله كنبدا كنحط الخضر ديالي. بطبيعه الحال التزيين ديال الخضر راه كل واحد بالطريقه ديالو كيفاش وكلشي كيعرف كيفاش يزين الكسكسو. المهم كتحطي خيزو، كتحطي المكور وكاع الخضر كلها، كتحاولي تزينيها بشي طريقه اللي تبان في المنظر زوينه. انا واخا هكاك راه ما عنديش مع التزيين بزاف. المهم شكلا راه غادي يجي مضمونا، وشكلا في الاخر غادي يجي زين ان شاء الله. على فكره هاد القضيه ديال الكسكسو انا راه شفتها هنايا مع كيبيعوا كسكسو في السوبر ماركت وداكشي، ودائما تيكتبوا فيه انك غادي غير تكبي عليه الماء سخون وراه كيكون حاضر 5 دقائق وتيكون حاضر. انا الاضافه الوحيده اللي زدت انه كنزيدوا ديك التفويره الاخرى باش تنسخنوا، لانه تيحضر دغيا، وكنفضل انا نزيدوا ديك التفويره الاخرى، يعني تيجي ساهل بنين ونفس المذاق. وما نساوش هنايا الفلفلات اللي كنت حيدت في الاول راه كيكونوا بحال مقليين، ما لحتهمش في المرق الا لاحظتوا. منين قليتهم في الاول باش تيجيو هكاك بحال قليتيهم في الزيت كيجيو زوينين وبنان، احسن من هذيك اللي كتكون مرميه في الطيب مع المرق. منين تكوني كتسقي باش تاكدي ان الكسكسو راه زعما مسقي مزيان، استعملي هكا صبعك هكا باش تشوفي واش فيه الماء الكافي، يعني المرق الكافي. وما نساوش بطبيعه الحال البطاطس محبوبه الاطفال ومحبوبه الجماهير، خصنا ولا بدا نزيدوها. وندوق معكم واحد شويه جايه سلام وبصحه وراحه.